هيكمل في الانخفاض ولا لأ؟ ايه اللي بيحصل في أسواق الذهب؟ ويا ترى ايه مصيره في آخر شهور 2025؟ الذهب بيتهز والسوق كله واقف بين تفاؤل اتفاقات عالمية وتوقعات بوصول الأوقية ل 4000 دولار، وتوقعات تانية شايفة إنها ممكن تنزل ل 3000 دولار. أسعار الذهب في مصر والعالم بتلعب على الحب، فايه اللي بيحصل وايه توقعات الذهب؟ كل ده هتعرفوه النهارده معانا في الأموال بنوك، ومعاكم آية نصر. موجة انخفاض ملحوظة في أسعار الذهب بعد ما ظهرت بوادر اتفاق تجاري جديد بين أمريكا واليابان. الاتفاق ده ممكن يشمل جمارك بنسبة 15% على شوية سلع أوروبية، بس في نفس الوقت في إعفاءات من الجمارك لبعض السلع التانية، يعني المسألة فيها خد وهات. ترامب قال إن يوم 1 أغسطس هو الموعد النهائي للتوصل لاتفاق، وده خلى الأسواق تتحرك شوية في اتجاه إيجابي، لأن المستثمرين بدأوا يتفائلوا إن مفيش أزمة كبيرة جاية. ده خلى الناس تحس إن الاقتصاد ممكن يتحسن شوية، وطبعا ده انعكس على سعر الذهب اللي بدأ ينزل، لأنه عادة بيزيد في وقت الأزمات وبيقل في وقت ما السوق يكون فيه تفاؤل. ودلوقتي البنوك العالمية اختلفت في توقعات سعر الذهب، وده كان في آخر 6 شهور من سنة 2025. يعني مثلا بنك يو بي اس وساكسو بنك شايفين إن سعر أوقية الذهب ممكن يوصل ل 3500 دولار، أما جولدمان ساكس بيقول إن السعر ممكن يوصل ل 3700 دولار، وبنك جي بي مورجان شايف إنه هيوصل ل 3675 دولار. بس في نفس الوقت مجلس الذهب العالمي وسيتي بانك مش شايفين كده، وتوقعوا ان السعر هينزل ويوصل ل 3000 دولار بس للأوقية. يعني في ناس شايفين السعر هيزيد جامد، وناس تانية متوقعة انه هينزل. بس خالد الطيب محلل الاسواق في ايزي ماركتس قال لموقع الشرق ان أوقية الذهب لسه هتستمر فوق ال 3300 دولار في النص الثاني من سنة 2025، وده قريب من الاسعار اللي شايفينها دلوقتي، خصوصا بعد ما امريكا عملت صفقات مع كذا دولة. الخطيب شايف انه كده السعر هيكمل طلوع السنة الجاية، وممكن يوصل ل 4000 دولار للأوقية. توقعاته دي مبنيه على ان الفيدرالي الامريكي ممكن يقلل الفايده مرتين في السنه دي، وكمان بناء على سياسات ترامب الجديده اللي ليها علاقه بالديون الامريكيه، واللي قاله الخطيب بيوافق توقعات بنوك كبيره زي جولدمان ساكس وجي بي مورجان وبنك اوف امريكا، كلهم شايفين ان الذهب ده عنده فرصه يوصل ل 4000 دولار. اما بقى على المستوى المحلي، ايهاب واصف رئيس شعبه الذهب قال ان السوق المحلي بيتاثر على طول باسعار الذهب العالميه، ولما سعر الذهب العالمي قل بسبب ان المستثمرين قللوا استثماراتهم في الذهب، ده خلى المحلي ينزل كمان. وقال كمان ان اللي زود الهبوط ده ان سعر الدولار مقابل الجنيه نزل في نفس الوقت، وده خلى ان تسعير الذهب عندنا بيخف اكتر، وكمان بسبب ان سعر الدولار في البنوك بقى فيه تقلبات ونزل، ومع نزول الأونصة العالمية ده خلى فيه ضغط كبير خلى الاسعار في الذهب عندنا تهدى اكتر واكتر. وحسب وائل النحاس الخبير الاقتصادي قال ان سوق الذهب العالمي حاليا في منطقة عدم اتخاذ القرار، وقال ان نقطة الحسم هتكون عند 3195 دولار للأونصة. لو كسر المستوى ده لتحت يبقى النزول هيكمل، لكن لو ما كسرش فهو مش هيكمل وممكن يحصل صعود تاني. وقال كمان ان الاسعار المحليه ماشيه مع اللي بيحصل في السوق العالمي. دلوقتي بقى قول لنا توقعاتك ايه عن اسعار الذهب في مصر في الفتره اللي جايه؟